قالوا إن في الزمان الأول لما كانت مصر دار الملك والدولة والأرض الطيبة من النيل تسقى في عهد المصريين القدماء، قامت من بيت الحكم امرأة لم يرى مثلها في الحسن والجمال ولا اجتمع مثلها في عقل ورأي وهيبة، واسمها نفرة إيتي، وتأويلها بلسان أهل مصر الجميلة قد أتت. وكان زوجها أمنحتب الرابع الذي عرف فيما بعد بأخناتون ملكا مهيبا، رأى أن يترك عبادة آمون ويتوجه إلى إله الشمس الواحد المسمى بآتون، فاتخذ له مدينة في الصعيد وسماها أخيتاتون تل العمرنة، وجعل نفرتيتي شريكة معه في الحكم والدعوة ورفع ذكرها في الأرض. وكانت نفرتيتي فيما يرويه الرواه ذات وجه كالقمر ليلة تمامه، وعنق كالنخلة إذا اعتدلت، وعيون كأنها غزالة البر، ونحت لها تمثال في الحجر فأبدعه الصانع، وجعلوا فيه جمالها محفوظا كأنه حي، حتى رآه من بعدهم من أهل هذا العصر وقالوا ما كانت إلا آية من آيات الحسن. وقيل أن لها شأنا في الحكم، وأنها جلست على العرش بعد موت زوجها زمانا، وأنها كانت قوية في الرأي حكيمة في السياسة، وقد خفي قبرها كما خفي قبر الكثير من الملوك، فبقيت حكايتها بين العلم والتأويل.